السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. هنعمل مع بعض النهاردة الفينو الاقتصادي من غير بيض ولا لبن ولا أي محسنات ولا بودر ولا أي، يعني هما شوية مية ودقيق وسكر وخميرة، وهنعمل مع بعض أحلى فينو ياكلوه الأطفال. مقادير معانا، بسم الله نبدأ. ده طبق أنا جبته هحط فيه، ده هحط معلقة ونص سكر مليانين، المعلقة دي مليانة ونص كمان. ده قبل ما أعمل العجينة. وديت خميرة انا جايباها من عند بتاع الافران، برضو بيبقى قالب على بعض، وده عامل 38 جنيه. هاتوه عندكم لو هتعملوا الفينو او بتعملوا مخبوزات دايما، هتحطوه في الفريزر، قطعوه قطع صغيرة، مثلا قطعة على قد النص، قطعة على قد الكيلو، او قطعة على قد الانصاص، وطلعوا حتة بحتة. هنحط 6 جرام خميرة. يعني احسن يا جماعة ان انتوا تستخدموا الخميرة البيرة، ديت جميلة جدا ومفيدة للبطن، احسن من الخميرة الفورية اللي طلعوها جديد دي. يعني انا بقولكوا الاحسن. هنحط بقى ايه، نص كوبايه ميه. انا هعاير طبعا بمج الشاي، حاطاه قدامكم عشان تعرفوا انا بعاير بايه. يبقى حطينا معلقه ونص خميره كبيره، معلقه ونص سكر كبيره، و6 جرام خميره، ونص كوبايه مج ميه شاي. وده هنعمل عليهم نص كيلو دقيق. هفضل اقلب، معلش انا بقلب بايديا عشان اتاكد ان كل الخميره ساحت. الميه بتكون دافيه زي دمعه العين، اوعي تحطوها سخنه جامد عشان خاطر ما تبوظش الخميره بتاعتنا. هعاير بقى على الميزان نص كيلو دقيق. انا هعمل، يعني انا عايزه اعمل كيلو، بس قلت اجرب معاكم نص الاول. والله انا لسه اول مره اجربه على فكره بالدقيق ده، فكان بالنسبه لي مفاجاه يعني تمام. طبعا احنا قلنا المية يا جماعة محدش ينسى ان هي بتبقى دافية زي دمعة العين خالص، وحد يسخنها على الاخر هتبوظ الخميرة. لو هتستخدمي الخميرة الفورية، يعني لو ملقيتيش خميرة كبيرة وهتستخدمي خميرة فورية، هتحطي مثلا قد اقل من نص الكيس. اقل من نص الكيس عشان نص الكيس هيبقى كتير قوي، هيبوظ لك الدقيق. هنا انا عايرت نص كيلو دقيق وحطيت عليه ربع معلقة ملح صغيرة خالص، اللي هي المعلقة الصغيرة. هنحط بقى خليط الخميره، احنا ما بنسيبهوش يفور يعني معانا، بنحطه على طول طالما احنا متاكدين الخميره حلوه. ديت اقل من ربع كوبايه زيت اي حاجه بقى، اي نوع الزيت اللي عندك. وهعجن بايديا. دي نص كوبايه الميه اللي كانت فاضله معانا من بقيه اللي كنت حطاها على الخميره. هي الكوبايه ديت معيارها 200 جرام. هنلم بقى العجين كده بايدينا. انا كده استخدمت كوبايه مج واحد بس، تمام. هحط نص مج كمان، وهفضل ازود لحد ما الم العجينه معايا. اوعى تحطوا ميه يعني على طول تخلوها سايحه في ايديكم. انا هلم بقى العجينه مع نفسي. حطيتها بس في العجان شويه عشان ما كانت عايزه عجن بسيط يعني جامد، فانا ما قدرتش عليها. قد مثلا 10 دقايق كده في العجان وهطلعها. اللي عنده مش عندوش عجان يا جماعه مفيش مشكله، يعجن على ايده، يحطها على الرخامه كده، يعني يطلعها من قلب الطبق ويحطها على الرخامه ويفضل يطلع الغل بتاعه فيها كلها. هحطها بقى على البتاع بتاعت العجين دي، مش عارفه اسمها البلانش ولا اسمها ايه. خلاص كده هي اتاكد منين ان هي بقت كويسه، ان هي بقت تمط معانا. ما هو انتوا برضو ما تهروش العجينه في العجن كتير عشان خاطر العجين ما يتهريش. فمجرد ان انتوا تلاقوها يعني بقت تمط في ايديكوا كده، خلاص يبقى هي كده العجينه استوت، بقت كويسه معانا. حطيت بقى عليها شويه زيت من فوق ومن تحت، واحط عليها ستريتش راب يعني كيس، اي كيس عندكم حطوها. وهغطيتها بفوطه، تمام. هسيبها ترتاح لمده يعني ايه ربع ساعه او تلت ساعه، ما بسيبهاش تخمر. خلاص هي كده كانت ارتاحت معايا، وبقت استك خالص يا جماعه وما بتلزقش، تمام. هي ارتاحت معايا، وانا بقى هروح عاملاها رول. وهقطعها قطع صغيره. العجينة يا جماعة مش هتخمر معانا، يعني احنا بنسيبها ترتاح بعد ما عجناها لمدة تلت ساعة، ونحط عليها كيس، لازم كيس، ونحط عليها فوطة. وبعد كده هنجيلها، هنعملها رول زي ما انتوا شايفين كده، وهنقطعها ايه. ومعانا الميزان جنبنا. انا عملت الواحدة حوالي 40 جرام. رغيف الفينو الواحد 42 عايزين انتوا تعملوا 30 جرام اللي انتوا تحبوه، عايزين تكبروه. هو النص كيلو دوت طلع معايا حوالي 20 رغيف فينو. عايزين انتوا تعملوا 10 بحيث ان رغيف الفينو يبقى كبير شوية، انتوا حرين. قسمت بقى انا الكور وخلصتها. برضو هغطيها بكياس واسيبها ترتاح قد 10 دقايق.
وهغطيها بالفوطة كمان، لازم كيس وفوقه فوطة، ما ينفعش فوطة بس. خلاص هي كده ارتاحت معايا قد 10 دقايق. هجيب بقى ايه اول كورة انا عملتها خالص، ما تبدأيش من الاخر، ابدأي من الاول. وعلى الرخامة، هو من غير كمان البتاع النشابة دي البتاع دي اسمها ايه، هنعمل بقى وهنروح فردينها اسطوانة قدامنا على شكل اسطواني، ونيجي من اخر الحرف ونلف، واحنا بنلف ندوس في الاخر كده، احنا بنلف ندوس، مش عشان هي دي اللي هتكون الطبقات الفينو من جوه، الشكل ده هياخد الفينو من جوه. يعني ايه، هوريكم واحدة كمان معايا. هنرص في الصاج بقى ونسيب مسافة بين كل واحدة والتانية عشان لسه هتخمر. هنعمل مع بعض واحدة كمان، هنبططها على شكل اسطوانة، وهنيجي على من الاخر ونلف رول، واحنا كل ما نلف لفة نضغط، تمام زي ما انتوا شايفين كده. وبعدين اخر لفة خالص هنروح بقى ضغطين قوي، يعني ايه ايوه عاملين كده عشان خاطر ما يفكش معانا، ومن الجنبين من تحت هنروح مدخلين عشان ياخد معانا شكل زي رغيف الفينو اللي بنشتريه من بره. وهنحطه اما نيجي نحطه على الصاج، نحطه على الحته اللي كنا مفتوحه دي، منحطهاش من فوق من تحت. خلاص انا كده خلصت الكميه وعملت 2 كايزر، بس ميني كايزر صغير كده. هغطيها طبعا بكيس الاول وبعدين فوطه، واسيبها تخمر لمده ساعه. هو كده خلاص خمر معانا، وهروح بقى انا معايا بقى بخاخه فيها ميه بس هرش عليه، ومشغله الفرن لمده بقاله 10 دقايق على نار عاليه. اول ما احط هوطي النار على الوسط، وهحطه على الشبكه اللي في النص، وهشغل من تحت. بعد ما ياخد لون من تحت هشغل الشوايه من فوق لمده تلت ساعه، وبخرجه واروح رش عليه ميه تاني عشان خاطر يلمع معانا كده ووشه يطرى. طول ما هو في الفرن يا جماعه، انا كنت بين الشوايه والتانية اروح رشه برضو عليه بخة ميه عشان ما ينشفش، وهحط عليه فوطه عشان خاطر يطرى وما سيبهوش مكشوف كده. بعد تلت ساعة بقى هروح شايلاه حطاه في اكياس، ولو هحطه في الفريزر اخزنه، او احطه في الفريزر وهو صابح، بعد ما يبرد على طول اروح حطاه في الفريزر. انا لما جيت طلعته من الصاج كان لازق سنه، فانا ما حطيتش في الصاج زيت، يعني زي ما قلت لكم هو اقتصادي خالص من غير حتى زيت في الصاج، فانا شلته بالبتاع اللي قدامكم ديت عشان خاطر ما بوظوش. كده انا خلصت يا جماعه. هو النص كيلو عمل معايا 20 رغيف، 18 صغير و2 كايزر كبير، ميني كايزر صغير. عشان الفينو يطلع معاكي مظبوط، لازم تجيب الدقيق بتاع الفران. يعني انت هتروحي عند فرن فينو عندك في البلد كده، تقولوا انا عايزه كيلو دقيق على حسب الكميه اللي انت هتستخدميها، وتخليه عندك وتعملي بيه. ليه؟ لان الدقيق ده هو خاص بالمخبوزات، ما ينفعش نجيب الدقيق بتاع جميع الاغراض او 72% نعمل بيه الفينو، مش هيطلع فينو، هيطلع فطير. ففي دقيق معين للفينو اسمه دقيق المخبوزات، ده بيتعمل منه الفينو، البيتزا، عندك الفطير المشلتت، الحاجات اللي عايزه العجينه بتاعتها تبقى استك. الدقيق ده هو بيبقى فيه نسبه البروتين او الجلوتين بتاعته عاليه، فده اللي بيخلي معانا عرق في العجينه. لكن الدقيق جميع الاغراض ده هو نسبه البروتين بتاعته بتبقى قليله، فمش هيكون معاكي عرق، فهيخلي الفينو يفرش معاكي بعد ما يخمر، ويطلع معاكي العجينه فطير، ويعني مش حلو خالص. انا هوريلكوا صورته في الاخر اما عملته بالدقيق دهوت، يعني ايه، مش هتاخدي فينو، هتاخدي فطير. فيا جماعه ايه، جربوا بس الدقيق دهوت بتاع الافران، ومش هتحطوا عليه اي محسنات. والطريقه دهيت والله انا واخداها لكم من بتاع مخبز الفينو يعني. وقال لي حط طبعا الدقيق دوت بيبقى عليه محسنات، فانت ما تحطيش عليه اي محسنات تاني غير الميه والسكر وخلاص كده. ده بقى الفينو اللي بالدقيق جميع الاغراض. انا عملته قبلها بيوم، فلقيته بعد ما خمر كده فرش معليش لفوق، تمام. ولما جه استوى وطلعته لقيته، يعني انا نفس الطريقه دي عملتها بالطريقه بتاعت الدقيق جميع الاغراض، وكمان حطيت عليه بيكنج باودر ده كمحسن يعني. فما طلعش الفينو حلو خالص، يعني شايفين بعد ما طلع فرش ازاي يا جماعه معايا، وعامل زي الفطير، فوحش جدا. هو بياخدش بقى لونه من فوق كده، هو موحد يعني. حتى انا ما حطيتش زيت على التاني من فوق. بعد ما خلاص استوى معايا وطلعته، يعني مبطط كده مش حلو.
مش حلو خالص، محدش يجربه يعني بصراحة ربنا، يعني استخدموا فينو الافران احسن. نصيحة مني عشان محدش ايه يطلع الفينو وحش. شايفين يا جماعة، هو طري وكل حاجة بس مش هيقعد معاكي كذا يوم في الفريزر. إيه، هتطلعيه مش كأنه معمول، إيه كأنه فطير، فطير خالص، فده مش هينفع للفينو خالص يعني. خلاص كده انا حبيت اوريكم بس الطريقة بتاعت الفينو ديت، والدقيق ده والدقيق دهوت، فعشان يبقى ايه تاخدوا معلومات مصدر ثقة يعني. والله انا جربت الطريقة دهيت بعد كام سنة مما بعمل الفينو بالدقيق بتاع المتعدد الاغراض ده، كنت بيأس بصراحة.